النهارده ان شاء الله هنعمل الزيتون المخلل، هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه بقى، لا هتشققي ولا هتنقعي ولا اي حاجه. نسمي الله كده وندخل نشوف المقادير والطريقه. الزيتون غسلته كويس، جبت كيلو من الجزر، بشرت الجزر وحطيت عليه ورق لورا، حطيت عليه عصفر. العصفر هنا هيشد المراره اللي في الزيتون، وحطيت حبه البركه وما تكتريش منها عشان ما تمررش معاكي. حطيت فلفل احمر مفروم، وحطيت كيلو من الليمون. الليمون هنا انا مقطعاه الليمونه 4/4. بعد كده قلبت الزيتون كده كويس. هنا بقى كنت غاسله البطرمانات بميه سخنه ومعقمه، ولازم تكون البطرمانات بتاعتك ناشفه. نزلت كده بالشطه دي، الشطه بتاعت الزيتون بتكون ناشفه شويه عن الشطه العاديه عشان تتحمل معاكي. هنا بقى الزيتون هنعبيه في البطرمانات زي ما انتم شايفين، هيفضل معانا طول السنه مش هيجرى له اي حاجه. حطي كده في البطرمانات واضغطي البطرمان كويس عشان الشطه طبعا بتكون رافعه الزيتون من تحت. خلاص عبيناهم زي ما انتم شايفين. حطيت هنا معلقه من هريسه الشطه. انا كنت غاليه الميه بتاعت الزيتون، سبتها لما بردت تماما، وحطيت كده عليها كوبايه من عصير الليمون، ونزلت بالملح. كل لتر ميه معاكي بياخد 4 معالق من الملح. الميه بتاعت الزيتون لازم تغليها وتسيبها لحد ما تبرد تماما، ما تحطهاش سخنه. بعد كده زي ما انتم شايفين هبدا احط الميه كده عليه. وهنا الليمون اللي انا عصرته حطيت القشر بتاعه على وش البطرمان. احط الثلاث بطرمانات بنفس الطريقه كده، تحطي القشر بتاع الليمون على الوش. وبعد كده هننزل باي نوع زيت بقى، عندك زيت زيتون حطي، عندك زيت عادي بس يكون نضيف ملوش ريحه حطي. يعني هنا حطيت زيت زيتون. بعد كده هغطيه بقى بكياس عشان ما يدخلوش اي حاجه خالص ولا يعمل معاكي ريم ولا اي حاجه. غطيه كويس وهتقفلي البطرمانات وهيقعد معاكي طول السنه. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفة